قبل ما اتكلم على الكرة والرياضة وبعيدا عن اي حاجة برشح لكم فيلم الشيطان يعظ. فيلم حلو جدا. نرجع لكرة القدم بقى بعيد عن اللي احنا قلناه. الكابتن ميدو بينصح زيزو. بيقول له الكابتن هشام نصر اكبر منك في السن وكان لازم تحترمه. ده اللي اتعلمناه من اهالينا وتعلمناه في نادي الزمالك واحنا ناشئين. كابتن حسن شحاته بيمسي عليك يا ميدو. واضح ان انت اتعلمت من اللي انت عملته فبتنصح بيه. بس تعالى كده افهمك على حاجه. لو انت بتتكلم يا ميدو من دافع ان هو اكبر في السن وشخص مسؤول ورمز من رموز نادي الزمالك زي ما انت بتقول، فهو رمز للفشل الاداري. تمام؟ اوكي متفقين. ورمز كمان لافعال صبيانيه، لان اللي عمل ده كله والفيلم الفنكوشي ان هو رجع ورا وما رفعش ايده وما سلمش على زيزو باعترافاته. فحضرتك اللي عمل الموضوع ده كله وهو موضوع هايف الكابتن هشام نصر. فانت انصحه ان انت راجل كبير والمفروض رمز. فيعني كنت تعمل افعال ناس مسؤوله على قد سنك انصحه. مفيش مشكله. والسلام فعلا لله. فيا ميدو انصح الكابتن هشام. انصح صح. واضح ان بوصله النصيحه عندك رايحه في حته غلط. ليه؟ انت حابب تركب الترند. انا فاهم وانت فاهم. ميدو انصحك اتفرج على فيلم الشيطان يعز. حلو قوي. شغل فني عالي. ممكن يفيدك.